السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة هو اتكلم فيه عن فلوج الولادة. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى ان يعجبكم. دي جولة سريعة في غرفة المستشفى. الغرفة دي خاصة بالولادة القيصرية، بتبقى مختلفة شوية عن الولادة الطبيعي. ده الدولاب، الجزء اللي فوق مثلا المفارش البطاطين، واللي تحت ده بنحط فيه الهدوم والحاجات بتاعتنا. بيبقى فيه زي المكتب كده، وفي المكتب ده برضو أدراج، بيبقى فيه خزنة بقفل خاص بينا عشان لو مثلا هنشيل فيها فلوس أو حاجة مهمة بيكون أمان. بالنسبة للمكتب ده طبعا استعماله بيبقى قليل قوي، في أول أيام طبعا الحركة بتبقى صعبة، بعد كده البيبي بيجي الأوضة فالواحد بيكون مشغول، بس ساعات الواحد بيستخدمه. دي فوطة الإيد بتاعتي، وفي تعليمات المستشفى وجدول المستشفى في الأوراق دي. أما ده فهو كشاف نور، يعني عشان لو حصل أي حاجة واحتاجناه يكون متاح على طول في الأوضة. ده الباسكت بتاع الشاور، بنحط فيه أدوات الشاور والهدوم، وبنروح بيه الشاور روم. يعني مثلا الشامبوهات، وفي مثلا حاجات من المستشفى زي اللي هو البودي سوب، شامبو، البلسم، الحاجات دي. في غرفة الشاور بالفعل بيكون هناك في فوطة للشعر وفوطة للجسم، وبتبقى فوط محكمة ولكل فرد. بنستخدمها مرة بعد كده بنحطها في الباسكت الخاص بالمستشفى، لكن أنا عامة بستخدم الفوط بتاعتي. في هنا تلفزيون، ولكن انا مش بستخدم التلفزيون ولا بفتحه خالص، ولكنه بيبقى عامة موجود عشان يسليهم اثناء اقامتهم في المستشفى. وهنا درج صغير. دي التلاجة، هي صغيرة قوي، يعني بيحط فيها مشروبات مثلا، حاجات بسيطة، لان الاكل بيبقى من المستشفى. بالنسبة لي حصلت لي مشكلة في الامعاء بعد العملية، فامتنعت عن الاكل شوية، وبعدين ابتديت اكل يدوب يعني زبادي توست والمشروبات. فالتلاجة يعتبر فاضية إلا من المشروبات والزبادي. حتى الفاكهة اتمنعت منها، وعايشة اليومين دول على التوست والزبادي. في بعد كده الكوتش أو الكنبة دي، والبينك الأولى دي بنستخدمها اللي هي القعاد زي الكرسي كده. أما البينك التانية دي فهي خديدية خاصة بالرضاعة، هي حلوة جدا ومريحة جدا. في الشنطة دي تشبه الشنطة اللي أخدتها من المستشفى التانية في ولادة مالك وولادة كريم، تقريبا هي نفسها يعني. بيكون فيها هدايا وحاجات بنستخدمها أثناء إقامتنا في المستشفى. أهم حاجة بالنسبة لي كانت الساعة المتعلقة دي، لأني كنت ببص فيها على طول الوقت. طبعا كنت حاسة إن الوقت مش بيعدي، وعمالة أعدي في الوقت طول ما أنا موجودة. في هناك الشباك، معلش أنا بصور بالليل فالحيطة ضلمة شوية. التصوير بالنهار صعب لأن معظم الوقت في ممرضين بيروحوا وبيجوا والحركة كتير. ده الواي فاي. في هنا واي فاي مجاني في المستشفى، لكن شونجاب ده ضمان يعني ان يكون في واي فاي متاح على طول وسريع عشان التواصل. العلبة دي فيها هدية من المستشفى للبيبي، فيها أول صديق للبيبي، وأول صديق هو الدبدوب ده. كنت فكرة كيوت عن كده شوية، بس هو برضه كويس يعني. بصوا ادينا حاطة أكل هنا اللي هو التوست يعني، بس الحمد لله بعد كده الحل اتظبط. بس كنت بدوخ قوي في الفترة اللي انا ما كنتش باكل فيها دي، والحمد لله هي فترة وعدت. اللمبة اللي فوق دي اول مرة اخد بالي منها دلوقتي، ما استخدمتهاش خالص ولا حتى لاحظتها الا دلوقتي. ده السرير الخاص بالقيصري او العمليات. بيكون ميزته انه له ريموت كنترول بيرفع راس السرير او الرجل كده، لان طبعا بعد العملية بيكون صعب التحرك بسهولة، فالسرير ده بيساعد في الحركة كتير. ونوع السرير ده مش متوفر في غرف الولادة الطبيعي. جنبنا هنا على طول الريموت كنترول بتاع التكييف. اما ده فهو نداء الممرضات، اي حاجة بنحتاجها بنضغط على الزر او على الزرار، هما بيجوا على طول. الصراحة مش بيتأخروا خالص. بيبقى موجود منه في التواليت وغرفة الشاور برضو. ده الموبايل بتاعي، بشغل منه القرآن بالاخص في الصبح، وكمان بقرأ منه القرآن. في هنا شنطة اللي وريتها لكم قبل كده في التجهيزات، وده الميك اب بتاعي. في الترابيزة دي عليها ملفات مثلا، ده الايباد بتاعي، في قلم وترمومتر عشان بقيس حرارتي وحرارة الطفل وبسجلها، مناديل مثلا، ادوية. ده دواء الامعاء، هو عبارة عن باودر قبل الاكل. دي حبوب حديد عشان عندي نقص حديد بعد الولادة، لكن اتوقفت ان اخدها بسبب تعب الامعاء. ده مسكن بس مش باخد منه، لان بالنسبة لي هو ضعيف مش بيعمل حاجة، فما باخدش منه. في الباسكت قريب خالص مني. ده الحوض، عليه هنا صابون غسيل الايد خاص بالمستشفى، وفوطة بتاعة المستشفى. بستخدم فوطة برضه للوش، معجون، فرش الأسنان، صابون غسيل الوش، البودي ميست كده يعني.
فهي دي جولة سريعة وبسيطة في غرفة ما بعد القيصري. هي أوضة بتبقى بسيطة قوي، فيها الاحتياجات الأساسية، فيها التواليت طبعا، كل الغرف هنا فيها التواليت عامة يعني، في منهم في غرف الشاور. غرفة القيصري زي دي بيبقى قريبة من غرفة الممرضات أو نيرسينج ستيشن، لكن غرفة الولادة الطبيعية بتكون غالبا في دور تاني على حسب حالة المريض أو الاحتياجات. ده سرير البيبي. أول يومين بيكون في غرفة المواليد، لأن الأم بتكون لسه صحيا ما هيش قادرة انها تعتني بالبيبي، وبيجي على اليوم الثالث في الغرفة معاها على طول. في هنا سماعة لكل طفل أو سرير عشان بيكشفوا عليه باستمرار. في الحفاضات دي والحاجات دي كلها عامة بتبقى من المستشفى، وده باسكت الحفاضات وبيجي يفضوه باستمرار. والمناديل المبللة لتغيير الحفاضات، وده الحليب بيستخدموه أول يوم العملية. لو الأم مثلا مش قادرة انها ترضع البيبي بيستخدموه. ده نظام المستشفيات هنا. دي فوطة بنستخدمها في وزن الطفل، بنحطها على الميزان وبنوزن بيه الطفل. بتكون البيانات كاملة مكتوبة على كل سرير ورقم خاص بالأم والطفل. الهدوم والمفارش وكل حاجة خاصة بالمستشفى. لما بنيجي نخرج بس بنلبس هدوم من عندنا. في هنا الملف ده الأم اللي بتكتب فيه مثلا شرب لبن قد ايه أو رضع كم مرة، أو مثلا لو وزناه قبل وبعد الرضاعة مثلا رضع قد ايه والوقت الحاجات دي كلها. في الجهاز ده هو جهاز أمان بينور كده يعني شغال. في سنسور بيعرف ان البيبي بيتنفس، ولا لو قدر الله مثلا حصل اي حاجة بيدي انذار. كمان لو شلنا البيبي من السرير بيدي انذار، فبنطفيه لما بنشيل البيبي من السرير. في الجنب هنا في زرار اون اوف. زي ما قلت ان البيبي بيجي للام وبيقعد معاها من اليوم الثالث، لكن لو حالة الام مثلا بتبقى تعبانة او الطفل كان متعب شوية بالليل وهي محتاجة تريح شوية، فبتنادي الممرضات ان هم ياخدوه يعتنوا بيه عقبال ما تريح شوية وتستعيد جزء من نشاطها تاني. دي شنطة بناخد فيها هدايا واحنا ماشيين من المستشفى، يعني زي مثلا عندنا محفظات، ده ودي برضك حفاضات، دي مناديل مبللة، عندنا مناديل مبللة برضه، ودول معجون أسنان ومبيض أسنان، عندنا هنا تقريبا اللي هو بتاع المعقم، تقريبا اللي هما اللي بيستخدموا اللي هو الرضاعة الصناعي. ده لوشن بنحطه هنا كده وبنشيله، ممكن نعلقه مثلا في الشنطة أو كده. لوشن معقم. وده ألبوم اللي هو بتاع الطفل، اللي هو بنكتب هنا فيه البيانات، وهنا بنكون مصورين الطفل أول ما اتولد، وبنحط الصورة بقى هنا، نحطها هنا مثلا، ودي اللي هو رجليه أول ما اتولدت. هتكلم دلوقتي عن مميزات وعيوب الولادة في اليابان. طبعا هتكلم معظم كلام عن الولادة القيصرية، لأن طبعا حالتي هي ولادة قيصرية. طبعا كان في كتير بيتسألهم ليه قيصري، لأن بسبب اللي هو عدم توافق اللي هو حجم راس الجنين مع الحوض، وده تقريبا معظم الأسباب أو هو ده السبب الرئيسي تقريبا اللي بيحصل بسببه الولادة القيصرية. قبلها بنعمل تحاليل طبعا، وفي اليوم ده بنعمل تحاليل طبعا بيكون محددين الميعاد من قبلها. وبالنسبة ليه كمان اليابان عشان هما بيحرصوا او لسه من الكورونا والحاجات دي، فبيعملوا تحاليل الكورونا قبلها بيومين، وبيشوفوا التحاليل لو هي مثلا سلبية او ايجابية. بعد كده يوم العملية بدأ فيه الكشوفات والفحوصات والحاجات دي كلها بتعمل قبل العمليات، وبعد كده ميعاد العملية. بالنسبة كمان لحاجة تانية للكورونا، لانهم هم برضك بيحذروا من الكورونا، فميعاد الزيارة بيكون نص ساعة بس في اليوم، خلي اليوم كله بس نص ساعة، وبيكون المقربين قوي يعني مثلا الزوج او مثلا من الاقارب مقربين قوي، شخص او اتنين بالكتير. وكمان ممنوع الزيارة للاطفال. هتكلم في اول نقطة وهي الاقامة في المستشفى. طبعا هنا في اليابان مش بيخرجوا في نفس اليوم زي مثلا ما
بيحصل او ان انا شفت مثلا في مصر ان هما بيخرجوا في نفس اليوم، ده شيء صعب جدا. لا، بيقعدوا هنا كام يوم، خاصة بالنسبة للولادة القيصرية بتقعد 7 ل8 ايام في المستشفى. طبعا الموضوع ده بيكون له مميزات وله عيوب. مميزاته طبعا ان هي بتلاقي الخدمة والرعاية الطبية والصحية اللازمة والكافية في الفترة دي عقبال ما بتستعيد لها صحتها ونشاطها تاني، او ان هي تقدر تتحرك كويس. في خلال الفترة دي بتلاقي اللي هو الأدوية والكشوفات والرعاية الصحية بصراحة على أتم وجه، جميلة جدا ورعاية حلوة قوي قوي. اي حاجة بتحتاجها بتدوس بس على اللي هو النيرسينج كول او اللي هو نداء الممرضات، وبتطلب منهم اللي هي عايزاه، وبيجوا بيرعوهم وبيشوفوا اللي هم عايزينه. بالنسبة بقى للنقطة اللي انا شايفاها صعبة شوية في الموضوع ده، طبعا ان هي بتكون الواحدة بعيدة عن بيتها واولادها وزوجها الفترة دي كلها، خاصة ان مفيش ان هم مثلا يزوروها، يعني تبقى الزوج مثلا نص ساعة في اليوم بس، الاولاد ما بيجوش يزوروها، طبعا الفترة دي كلها مش بتشوفهم. فده شيء صعب قوي بالنسبة خاصة للأم ان هي مثلا ما تشوفش اولادها، بوحشها طبعا جدا، بتكون طبعا قلقانة عليهم مهما كان. حتى مثلا لو في حد بيراعيهم، بس اكيد ان هي بتكون برضك قلقانة عليهم لو حصل لهم حاجة. بتبقى نفسها ان هي تكون معاهم. طبعا كمان بتبقى عايزة خلاص بقى، زهقت وملت من القعدة في المستشفى وعايزة ترجع تاني لأولادها وحياتها الطبيعية. بالنسبة للنقطة التانية وهي الأكل في المستشفيات طبعا بتقدم الأكل اللي هو كامل، اللي هو فطار وغدا وعشاء، بتقدمه بطريقة صحية وعلى حسب ظروف او صحة اللي هو الام يعني، او اللي هو المريض او اي شخص يعني موجود في المستشفى، بتقدم لهم على حسب اللي هم حياتهم الصحية واكل صحي وكل حاجة. طبعا ده بالنسبة، انا بتكلم هنا عن اليابان ان هي بلد مش مسلمة، او المسلمين فيها نسبة قليلة جدا والنادر جدا فيها المسلمين، فطبعا بتعمل اكلات ما بتكونش اكلات حلال، يعني مثلا بيكون فيها كحوليات، فيها اكل لحوم خنزير، الحاجات دي كلها. في ناس كتير بتعتقد ان الاكل الحلال ان هو بس نبعد عن اللي هو الكحول وما ناكلش خنزير وبس، لا. طبعا لو الاكل ده مثلا فيه حتى لو نسبة كحول قليلة، او اي مشتقات من الكحول، او مشتقات من الخنازير، او مشتقات حتى من اللحوم، حتى نحن مينفعش ناكل مثلا اللي هو الفراخ واللحوم التانية، لانها بتكونش مسبوحة على الطريقة الشرعية او الاسلامية يعني. فكل ده بنتجنبه. طبعا الاكل ذات نفسه اللي هما بيعملوه بيحطوا فيه مثلا نسبة كحول، بيحطوا مثلا في مشتقات مرق الدجاج، مرق خنزير، الحاجات دي كلها ممنوعة. فلو كده هتبص هتلاقي معظم الاكل مينفعش ان احنا ناكله. عشان كده لو في حد مثلا مسلم وقعد في المستشفى، فهو بيضطر طبعا موضوع الاكل ده ان هو مش هيقدر ان هو ياكل من المستشفى. فمثلا زي حالتي كده، ان انا واحدة مسلمة وقاعدة في المستشفى، بضطر طبعا ان اعمل الاكل قبلها، وبحضر الاكل ليا ولاولادي وزوجي قبل ما اروح المستشفى، زي ما عملت في الفيديو اللي فات ده، اللي هو انا عملت تجهيزات وبحطها في الفريزر. طبعا الموضوع ده بيقلق شويه، ان انا مثلا طب انا مثلا الاكل كافي، طب انا مثلا هقدر ان انا اعمل قبل ما اروح المستشفى، ممكن حاجه تحصل ان انا قبل ما اجهز الاكل، الحاجات دي كلها. فالنقطه دي هي بتكون عيب، بس بتكلم طبعا بالاخص قلت بالنسبه لي اللي هم المسلمين المغتربين في اليابان، وخاصه لو مثلا محدش من قرايب مثلا الشخص ده موجود قريب منهم او كده، ان هي مثلا لو مثلا واحده ليها قرايب جنبها، هيطبخوا لها طبعا، هيطبخوا لاولادها ويطبخوا بقى لزوجها والحاجات دي كلها، وهيرعوها او هيجيبوا لها الاكل والحاجات دي، مش هتقلق موضوع الاكل. بس انا بتكلم عن نقطه بالنسبه للحاله زي حالتي. بالنسبه لثالث نقطه وهي التكاليف، طبعا التكاليف الطبيه وتكاليف الولاده والعلاج والحاجات دي كلها مكلفه، مش في اليابان بس، في اي مكان هي بتكون التكاليف بتاعتها عاليه يعني. لكن في هنا ميزه في اليابان، ان بيكون في دعم مادي بالنسبه للولاده. زي ما قلت قبل كده ان اليابان طبعا عكس ما ناس كتير بتفكر ان هو اليابان بيحددوا المواليد لواحد بس، لا، ده كان بيحصل في الزمن زمان، لكن دلوقتي ان اصلا اليابان بتشجع المواليد، لان نسبة اللي هو كبار السن نسبتهم كبيرة، ونسبة الشباب او اللي هم المواليد نسبة قليلة. طبعا البلد بتكون محتاجة لشباب ومواليد اكتر علشان ينهضوا بالبلد والانتاج بقى والصناعات والحاجات دي كلها. لكن في اليابان هنا العكس، ان نسبة كبار السن طبعا مقدرش ان هم يشتغلوا اعلى من نسبة الشباب او النسبة كبيرة يعني. فهم بيشجعوا المواليد، عشان كده من ضمن اللي هو تشجيعاتهم او اللي هم بيساعدوا المواليد ان هم بيعملوا الدعم المادي للولادة دون. الدعم المادي بيكون في حدود مثلا 450,000 480,000، ودي بيكون في حدود حجم تكلفة الولادة الطبيعية في المستشفى الحكومي تقريبا. لكن بتختلف بقى بعد كده، ان هو مثلا لو مستشفى خاصة او مثلا لو يكون ولادة قيصري، التكاليف طبعا بترفع عن كده.
يعني مثلا في حالتي انا بولد في مستشفى خاصه وكمان قيصري. طبعا انا ذكرت قبل كده مستشفى خاصه مش فشخره ولا حاجه، ولكن انا عايزه تكون المتابعه بتاعتي بتكون دكتوره واحده ست، ما تكونش واحد راجل يعني. طبعا عشان ان انا اختار الحاجه دي فبختار المستشفى اللي فيها الستات، بيكون طبعا مستشفى ان انا اقدر اختار مثلا الدكتوره دي او الحاجه دي بيكون مستشفى خاص. انما لو مستشفى حكومي فمش هقدر ان انا اختار، فبختار مستشفى خاصه ان اختار فيها تكون دكتوره. بعد كده طبعا بالنسبه للكاسات دي حاجه ما اخترتهاش يعني، فالتكاليف بتبقى عاليه. طبعا الحكومه بتدفع اللي هو الدعم المادي اللي هو المحددينه، واحنا بندفع بقيه التكلفه. لكن الدعم المادي نفسه في حد ذاته يعني ده شيء جميل جدا وميزه هنا في اليابان. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناه. هتلاقوا قناه اختي قناه لريسمس اكتنج بتقدم فيديوهات كوميديه فيها مواضيع حلوه قوي. اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها، وشكرا لكم. ان شاء الله فيديو جديد، اللقاء، باي باي.